السلام عليكم متابعتي، ويا هلا بكم بقناتي. شلونكم بنات؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا ربي الكل يكونون بمليون خير. والفيديو لهذا اليوم روتين تنظيف وراح نسوي احلى غدا وياكم. السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم عندنا روتين تنظيف المطبخ. بنات هنا حنوشة حبت تسلم عليكم وتتواصل وياكم. ماما خلي اسلم على المتابعين، وان شاء الله دائما اطلع وياهم بالقناة واقدم النوب دائما. هي حابة تسوي وياي روتينات وتقدم لكم وتنطي حافز للبنات الصغار اللي بقد عمرها انه يتشجعون على التنظيف وعلى الترتيبات وعلى شغل البيت. هنا أنا بديت انظف طبعا الكاونتر، مسحته ونظفته ورتبته هنا أنا بنات شلت الأوفن وأنا مخليه هاي الخشبات ذني جوا. هاي الخشب بنات عازل للحرارة، أنا مخليته جوا الأوفن. شلته ونظفته ومسحت مكانه، وهسه راح أبدي أرجعه. هالأثناء بنات أمسح الكاونتر، أنشفه بس ونظيف ما بيه شي. يعني أنا كل مرة أنظفه وإيدي بيه وما أخليه وسخ نهائيا. دائما أمسحه وأنظفه وألمعه تلميع، ما أخلي بيه كل أوساخ، يعني ما أخليه وسخ، دائما أنظفه. بس هنا أنا هماتين حبيت أنظفه وياكم. مثل ما تشوفون هو نظيف وحلو ومرتب، بس يعني هي شغلات بسيطة شلون نقول رتوش. هنا أنا همينة حتى البوريات همدا أنظفهم. وهنا أنا بنات لازم ننظف تنظيف زين، يعني دائما ايدينا بشغلاتنا ما نخليهم يتوسخون. وطبعا أدري بيكم كلكم نادرات وشاطرات وأمهات بيوت ومعدلات، بس الفيديو تحفيزي وليس تعليمي. الكل بناتنا وخاصة البنات الشابات الصغار عمر 14 و15 سنة وعمر 7 سنوات و8 سنوات، ذني الصغار يعني شوية يكونون شاطرات. هنا أنا حنوشة حبيت أعطيهم طاقة إيجابية أو حافز لحتى هم يتعلمون. والبنية حتى لو تصير دكتورة لازم تتعلم شغل البيت. وأنا أعرف هواي بنات ما يعرفون شغلات البيت وهم بسيطات، وأعرف بنات كل الشاطرات واصلات مراحل بالدراسة، بس شغل البيت مبدعات طبعا. وأنتي مبدعة في بيتك، لازم تعلمين بنتك شغل البيت. يعني ما تعرفين حياة هاي كل شي بيها، ما أقولك اضغطي عليها، لا، بس علميها شغل البيت، بس تعلوم. يعني تتعلم انه ترتب تنظف حاجاتها منظمة مرتبة، بس مو انه اناني اضغط عليها، لا، ما اضغط عليها بالشغل، بس اعلمها. لانه تعرفون اليوم اني عايشة باكر من يقول موجودة وياها. يعني كل شي يصير بهاي الحياة المفروض هي متعلمة كل شي وتعرف كل شي. هنا أنا خلصت الكاونتر، مسحته ونظفته ورتبته. وهسه هنا أنا جيت على الأوفن رجعته لمكانه. وذني الخشبات عازلات للحرارة، شلون هاي اللي خلوها جوا استكان شاي، يعني مغلفات، وحتى هيك شلون الاسفنج بيهن من جوا. صفطتهم، هي مال قدر بس أنا صفطتهم وخليتهم جوا الأوفن على مود ما ينطي حرارة للكاونتر. صح كاونتر صغير وبسيط، بس الحمد لله والشكر، يعني أنا عاجبني ومرتاح بيه وكلش حلو الحمد لله والشكر. هنا أنا مثل ما تشوفون الأوفن نظفته ومسحته ورتبته وخليته هنا أنا، يعني ما خليته بغير مكان، قلت أخليه هنا أنا بالركن أو بالزاوية بالبداية مالت الكاونتر. خليته همين نظفته ورتبته ومسحته ولمعته. هنا أنا عندي هاي كعك أبو السمسم، راح أخليه بهذا القدر أو هاي الحافظة. شوفوا هي على شكل قدر، شلون قدر الخبز. هسه راح أفرغه بيها على مود لا يظل ينكث. إذا بالعلاقة بس شوية تنثق بالعلاقة يظل ينكث، يوقع من عند السمسم النهاية شلون الصغار اللي مكسر من عنده همينه.
يتكسر من عند الناعم، همينه يوقع بالقاع. ليش يوقع؟ فخليته بهذا القدر مثل ما تشوفون. وهنا أنا كملت تلميع وتنظيف البيت والمطبخ، وانطيتكم طاقة إيجابية. الله عليكم بنات، مو انطيتكم طاقة إيجابية؟ يلا اللي انطيتها طاقة إيجابية خليه تكتب لي بالتعليقات بأنه أني حفزتها وانطيتها طاقة إيجابية واستفادت من الفيديو. هنا شفتوا شلون خليته بالقدر. هو هذا الكعك أبو السمسم. أني هذا القدر أو الحافظة هو مثل قدر الخبز، دائما أخلي بيه كل ما نجيب كعك أخلي بيه على مود لكم نحفظ الكعك. هنا أنا هاي عندي هذا التلبيسة مالت الأوفن، فقلت خلي أغطيه على مود أحافظ عليه من الأتربة. أتربة أوساخ أجلكم الله، يعني تعرفون جوني يعني دائما عواصف وتراب وهذه، فأحافظ عليه وهمين ينطي شكل حلو مميز. شوفوا هسه هنا هيك صار شكله، وإذا أريد أغطيه من الأمام، وإذا ما أريد أغطيه أعيفه على حطيته. هسه أنا ما غطيته، رفعتها من قدام يعني، وصار هيك شكله، صار يجنن. وشوف النظافة ترد الروح، خليته يعني كلش حلو. هنا أنا راح أسوي غدا، أبلش بالغدا. هنا أنا أبونا جاب لنا السمك، طبعا ما شاركتكم تنظيف السمك لأنه يعني كان الوقت متأخر. هنا أنا نظفته وبهرته السمك، وهمينه ملح خليت له، اكتفيت بالكركم والملح، ما خليت بهارات هواية للسمك. هنا أنا دا أقليهم همينه، خليت قطعتين ما شاء الله هو كبار، اللهم صل على محمد، فصار حتى أخذت الطاوة. وهنا أنا قلبتهم وصار هيك شكلهم اللي أخذوا اللون الكريسبي أو المقسب. شون انتو شو سموه مقسب لو سموه كريسبي؟ بعد انتو حسب التسميات اللي شنو يسموه اكتبوا لي بالتعليقات. هنا أنا صبينا، وكان عندي تمن أحمر، خليت جهة تمن أحمر وجهة تمن أبيض، وقسم صبيت هيجي حبة هيجي وقسم. وسهمنا وسهمكم ألف عافية. ألتقيكم في فيديو جديد إن شاء الله، أترككم في أمان الله وحفظه.